أنا اسمي سليم وعندي 30 سنة. القصة دي مش من خيالي، دي حصلت معايا أنا شخصيا، ومش هحكيها عشان أخوفكم، أنا بحكيها عشان تاخدوا بالكم، لأن في حاجات في الدنيا دي أحسن ما تنكشوش عليها. كل حاجة بدأت لما ورثت بيت جدي القديم. البيت كان مهجور بقاله سنين، بس كان في حاجة بتشدني ليه، يمكن عشان ذكرياتي الحلوة مع جدي وجدتي فيه. البيت كان شبه متاهة وكل أوضة ليها قصة، بس الأوضة اللي كانت دايما مقفولة هي أوضة جدتي. جدي كان دايما بيقول لي: يا سليم، أوضة جدتك دي ما تتفتحش، فيها سر لو عرفته عمرك ما هترتاح. أنا كنت فاكرها مجرد خرافات من جيل قديم. في يوم قررت أفتح أوضة جدتي، مفتاحها كان متعان في صندوق قديم تحت سرير جدي. لما فتحت الباب ريحة غريبة ضربت في وشي، ريحة تراب قديم وبخور اتحرق من سنين. الأوضة كانت فاضية، ما فيهاش غير مراية كبيرة ضخمة، إطارها من خشب منقوش غامق. المراية كانت بتدي إحساس إنها مش مجرد إزاز، كأن فيها حياة. وقفت قدامها وحسيت إن انعكاسي فيها مش هو أنا بالظبط، في حاجة ناقصة، كأني مش كامل. الموضوع كان غريب، بس تجاهلته وقررت أنضف البيت كله وسبت المراية زي ما هي. فأول ليلة ليا في البيت صحيت على صوت كركبة خفيفة في الأوضة. قمت أشوف إيه الصوت ده، لقيت المراية بتلمع بطريقة غريبة والتراب اللي كان عليها اختفى لوحده. لما قربت منها شفت انعكاسي بيضحك ببطء، بس أنا كنت واقف في مكاني من غير ما أتحرك. وابتديت أحس بخوف. الأيام عدت والموضوع اتطور، بقيت بشوف خيال أسود بيتحرك في أطراف الأوضة، وبقيت بسمع صوت همسات خفيف بيكلمني، بينده على اسمي. سليم، تعالالي يا سليم. سليم، تعالالي يا سليم. سليم، تعالالي يا سليم. في ليلة صحيت على إحساس غريب، حسيت بحد بيلمس شعري. فتحت عيني بالراحة، لقيت في المراية بدل انعكاسي واحدة ست، شعرها أبيض ووشها مكرمش ولابسة هدوم قديمة. كانت بتضحك لي بابتسامة مخيفة وبتشاور لي بإيدها الطويلة النحيفة. حسيت إن قلبي هيقف، قعدت أصرخ وأجري في البيت كله، بس هي كانت بتظهر لي في كل حتة، في المرايات الصغيرة في الحمام وفي لمعة إزاز الشباك. في آخر ليلة كنت قاعد في أوضتي وخلاص مش قادر أتحمل، وفجأة سمعت صوت جدتي بوضوح بتقول لي: يا سليم، ارمي المراية دي في حفرة، دي مش مراية، دي لعنة بوابة للجحيم. لكن صوت الست اللي جوه المراية بيقول لي بنبرة حادة: ما تسمعش كلامها يا سليم، انا هديك كل اللي انت عايزه، بس تعالى معايا. المراية فجأة ابتدت تتكسر من النص، والست اللي فيها ابتدت تخرج بالتدريج ورجليها بتلمس الأرض. جريت زي المجنون ومسكت المراية ونزلت بيها الشارع، رميتها في حفرة عميقة كانت جنب البيت. ساعتها سمعت صوت صرخة مفزعة، البيت كله اتهز، وفجأة كل حاجة رجعت طبيعية. البيت حاليا مهجور، قفلته بمفتاح ومش هرجع عليه أبدا، بس كل ما أبص في المراية بحس إن الست اللي جوه لسه بتبصلي، مستنية فرصة عشان ترجع. خلي بالك، في حاجات أحسن ما تبصش فيها كتير.